ده؟ سعاد كنت فين كل ده؟ ما ترد على الحاجه، تقولي لها كنت فين؟ اشتغلوني اكتر، اشتغلوني فهموني انكم ما تعرفوش. ما نعرفش ايه يا اخوي؟ هو في ايه؟ في ايه يا ام سعاد؟ في انكم لبستوني عمه صح يا عم الحاج، الوسطوها وعملت شويتين بتوعكم لحد ما جبتوا رجلي في جوازه طلعتوا منها بالقرشينات. ما تلم لسانك يا اخينا انت، اقف مع ابوك واتكلم عادي. لموا انتوا نفسكم شويه بقى، ولموا بنتكم بدل ما تنبلوكوا على الناس المحترمه. الكلام ده بقى تقول لروحك مش ليهم. سيبهم بقى يا اخي في اللي هم فيه. مش كفايه متكومين في اوضه واحده فوق بعضيهم وبيتداروا من بلاوي الدنيا اللي مستنياهم. انا كنت عايشه عمري كله وسطيهم وراضيه باللي انا فيه، ويوم ما خرجت ونزلت اشتغلت عندك اول كلمه حلوه سمعتها وقلت خلاص هستحمل الهم والقرف اللي انا فيه واخد اللي راجل. ويوم ما حبيت تاخد اللي نفسك فيه سبت لك روحي وقلت ده اللي راجل. لكن انت بعتني رخيص قوي، بس انت بعت نفسك ارخص بكتير. انت لا راجل ولا حتى تستحق تبقى ضله. اخرسي! انت نسيتي نفسك يا بنت ولا ايه؟ استجيبك منين؟ شمال يا زباله. انت بتضربها ليه؟ ايه اللي حصل؟ يا ام سعاد ريحيني وقولي لي في ايه؟ بدل ما تعمل فيها راجل قوي كده وتمد ايدك عليا، بص لروحك في المرايه وقول الكلمتين دول لنفسك. انت اللي عرفتني السكه الوسخه دي بعد ما رميتني زي الكلبه الجربانه اللي مش لاقيه حتى عظمه تاكل بيها الغلابه دول. انت اللي عرفتني سكه ام ساميه دي. وبعدين هتفرق معاك ايه يعني ان انا ماشيه عدل ولا حتى ماشيه شمال؟ قال لا يا اخي انا محتاجه. انت والجوع بعيد عليا لغايه ما بعت اللي اقدر عليه. لكن انت الدنيا ادتك العلام والشغلانه اللي تاكل من وراها اجتهد وحلال، وسبت كل ده ودورتها شمال. ولا نسيت بقى يا متر ان انا كنت بشتغل عندك وعارفه كل اللي فيها يا بتاع العدل والقانون؟ انت مستغرب ليه كل ده؟ دي نتيجة طبيعية جدا لأي حد بيتعاطى العقاقير دي. بس أنا عايزاك تبقى عارف حاجة كويس قوي، اللي بيدمنوا الترامادول دول كلهم في كفة، واللي بيدمنوا نوعية المخدرات التانية في كفة تانية خالص، بس في النهاية كله بيتساوى في قتل النفس. وهو في كفة لوحده بقى عشان كيمياء؟ مش بس علشان كده، عشان عامل زي الوبا بيخش كل البيوت. شايف سواقين التكاسي والأتوبيسات اللي إيديهم ما بتتشالش من على الكلاكسات؟ وشايف العيال واقفه على طول في الشوارع بتتخانق؟ هو ده الترامادول. بيني وبينك الولد خايف يجرب يبطل فيروح للهيروين. ده اعتقاد خطأ جدا. ده لأن الترامادول أسهل إن هو ممكن يخرج من الجسم، خصوصا إن هو مش زي المخدرات التانية ولا زي العادات المميتة اللي في حياتنا، السجاير والشيشة والعادات السلبية اللي بقت على طول حوالينا. دكتورة ليلى، أنا عاوزك تقابلي الولد ده. طبعا يا حضرة الضابط، بس أنا مش فاهماك، أنت ليه مصر إنك تساعده وأنت ما تعرفوش؟ بيني وبينك خايف قوي من الخطر اللي جاي. أنا برضه عندي عيال. طول عمري غاوي سمك، لكن ماليش خلق على صيده. حاكم الصيد ده موهبة من عند ربنا. أنت عارف يا خميس، وانا صغيره كنت احب اجري تحت السما وافضل باصه للقمر وابقى شايفاه كده وهو بيجري ورايا. كنت اقع واتكعبل والعيال تقعد تضحك عليا، بس انا بقى كنت ببقى فرحانه قوي. عارف ليه؟ لاني كنت ببقى حاسه ان انا لو شبيت شويه هلمس القمر. زيك كده غاوي سمك بس مش عارف تصطاده. لا، انا ما قلتش مش عارف، انا قلت ماليش خلق على صيده. انما محسوبك بقى غاوي يا اساسا. واللي يجي بالبحر. هو انت دماغك على طول حادفه شمال كده؟ اذا كانت الدنيا كلها حادفه شمال، جت عليا انا بقى العبد الغلبان. على فكره انا عارفه انت عايز مني ايه، ولعبت لعبه الورق وجبتني هنا ليه؟ شوف اصلك انت تحب تعمل كل حاجه بمزاج. حصل. حتى بقى لو جوازه ومفروضه عليك. مفروضه عليا؟ ولا مؤاخذه يعني ما عندكوش مرايه في بيتكم؟
اصلها مش بالجمال ولا الفلوس، دي مصالح بتتلاقى، عامله كده زي ما تكون مفصلات لازم تتعشق ببعضها، وانا بقى مفصله من دول. غريبه انت برضه. هو انا شفتك كم مره لحد دلوقتي، يعني مرات قليله بس، يعني بعض سواعي كده اشوفك حاجه وبعض سواعي تانية اشوفك حاجه تانية يعني واول مره ما بقاش عارف اجيب اخر حد. محدش له اخر يا خميس، كلنا كده عاملين زي التعبين، نحب نغير في جلدنا، وده مش شر، دي طبيعه زمن بنعيشه. بس انا بقى راجل ما احبش حد يفرض عليا حاجه. العمروتي اللي هو ابويا كان شايف كل حاجه من حوالينا، كان عارف بقى مين اللي هيبقى على وش القفص، اختارك انت من وش القفص عشان كان عارف ان انت اللي هتكمل مسيرته وانت الوحيد اللي هتأمن بنته. بس ده رأي العمروتي ابوكي، انا عايز رأيك انت. اول ما اعرف هقول لك يا افندينا. يتوب علينا ربنا. تاخدي صبيت ده بقى بينعش المخ ويعلي ادراك الحس. انتي دنيا الله، انتي دنيا الله، دنيا دنيا انتي دنيا. يا بت انت ليه بتنطي مراحل كده بالهداوه؟ بلاش الدنيا قفش كده، واحده واحده. احنا هنا في ملقف والودان مفيش اكتر منها. ايه؟ انا عشان اثبت لك ان احنا مش هنختلف في اي حاجه. بتعملي ايه عندك يا بنت؟ القهوة فارت فارت فارت. فارت؟ ايه ده؟ انا فين؟ الحاجة ضاوية؟ في خميس؟ انا ايه اللي جابني المطبخ؟ مفاجأة يا بنت بالنسبة لك مش كده؟ شو انا مش قلت شغل المرقعه والمياصه ده مش عايزاه في بيتي؟ خلاص قلعتي برق الحياه. ايه ده؟ كرامة؟ ايه؟ خرست ليه؟ ما تتكلمي. اصل انا كنت بمشي وانا نايمه يا حاجه، وبعدين المعلم كان عالجني، بس الظاهر ان الحاله رجعت لي من تاني. نعم يا روح امك. ايه ده؟ وايه العبارة؟ اسال مراتك. مسكينة يا خال، مش طلعت بتمشي وهي نايمة؟ الحقني يا معلم، مش الحاله رجعت لي من تاني. حالة؟ تاني؟ الله، لا اله الا الله، احنا مش كنا علمنا الحكاية دي؟ اصلا كان بيجي لها داء كده تمشي وهي نايمة، بس احنا عالجناها، لكن الظاهر ان الداء لسه قافش فيها. هو لسه قافش فيها، بس ربنا هيشفيها ان شاء الله، ادعوا لها. امين يا رب. ابقي ارقيها يا حاجة، ارقيها. عجبت لك يا